هلا وشلونكم؟ قبل لا تشاهدون الفيديو لايك الفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى كل الاخبار وكل القرارات توصلكم اول باول. مثل ما تعودون نقول لكم اخر الاخبار ونوضحها لكم العفو. اخر الاخبار، اول شيء بالنسبة للانتساب احنا وضحنا لكم، لكن للتوضيح خاف واحد ما يدرى وكذا. الانتساب صار اختياري وصار للجميع وصار شامل وصار اي واحد يقدر يقدم عليه حتى لو مو مريض او اي شيء، يراجع مدرسته ويقدم. هذا كأول شيء. طبعا هذا خبر مفرح لكم، وهواي من الطلاب كانوا يردونه لان كان له شروط وكان له مريض وكذا، لغوا هاي الفقرات وسووا اختيار للجميع. وضحت لكم انا في فيديو سابق. المهم الشيء الثاني انه دائرة التعليم الاهلي قبول 3203 طالب في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية. طبعا هواي من الطلاب اللي هم مقدمين على المنحة المجانية الطبية اللي يداومون بالكليات الأهلية على حساب الكليات الأهلية، يداومون وبشكل مجاني. شارحين هذا الموضوع سابقا. الطلاب كانوا منتظرين قبولاتهم، نعم طلعت القبولات، وانه قبلوا 3203 طالب. والرابط راح تلقونه بالوصف اول تعليق، تدخلون على الرابط وتضغطون على كلمة الاستعلام عن القبول وتدخلون بها الاسم وكذا، يعني تضغطون على الاستعلام راح يطلع لكم اذا انت مقبول، يقول لك تم قبولك في كذا الكليات اللي انت مقدم عليها، فانت راح تختار واحد يقول لك تم قبولك. واذا ما مقبول فيعني هو يقول لك انت ما مقبول ضمن هذا التقديم، لان اكيد هو يقدمون لكن القبلة هم 3203. كذلك انه الطلبة المتقدمين يطلعون على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي طبعا اللي هم مسوونه سابقا، والمقبولين يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الاهلية مصطحبين معهم رمز التسجيل اللي هو CODE مع وثائقهم الرسمية لاتمام عملية التسجيل والمباشرة يوم الخميس القادم الموافق 16/11/2023. طبعا رابط القبولات مال المنحة المجانية الطبية هم راح تلقونه بالوصف وباول تعليق، او مثل ما قلت لكم شلون تعرف قبولك والى اخره. اما الشيء الثالث، هواي من الطلاب كانوا يقولون احنا قدمنا او احنا العفو ما مقدمين موازي او الى اخره من هذه الامور. هل اكو تقديم موازي مره ثانيه؟ لان مرات الوزاره تفتح التقديم الموازي لمرتين، واحد ما يدري، واحد انفتح التقديم مرسد وما قدم ما يدري. فنعم كذلك اليوم انفتح التقديم الموازي، اطلاق التقديم من المقاعد الشاغره لقناه تعليم الحكومه الخاصه صباح الموازي للسنه الدراسيه 2023-2024 لقبول الطلبه الذين لم يظهر لهم قبول في الوجبه الاولى والذين لم يقدموا في وقت سابق. هذا كذلك خبر من وزاره العفو من الوزارة. شنو هو؟ انه كلكم تعرفون التقديم الموازي انفتح وبعدين انغلق وبعدين طلعت القبولات للطلاب. زين اكو هواي من الطلاب يقولون احنا قدمنا بس ما طلع قبولنا، واكو هواي من الطلاب يقولون احنا اصلا ما مقدمين، ما ندري كان مفتوح التقديم الموازي من الغلق ما ندري فيه اصلا. فالوزارة رجعت فتحت التقديم الموازي. ايش قالت؟ قالت خاف اكو طلاب ما يدرون، وقالت خاف اكو طلاب مقدمين وما طلع لهم قبول فكذلك يقدرون يقدمون مرة ثانية. اذن الطلاب اللي ما مقدمين على التقديم الموازي في 2023-2024 يقدرون يقدمون، والطلاب اللي قدموا وما طلع لهم قبول يقدرون يقدمون مرة اخرى، وربما يطلع لهم قبول لانها ما اكو تنافس وكذا، وان شاء الله يطلع لهم. لذلك يتاح التقديم لقناة المشار اليها امام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2022-2023 حصرا. طبعا التقديم الموازي من انفتح كمرحله اولى انه قالوا يقدمون هم خريجي السنه السابقه وخريجي السنه الحاليه، يعني 2021 2022 و2022 2023 هيك. اما كهذه الوجبه الثانيه اللي هسه اليوم انفتح، لا الوجبه الثانيه قالوا احنا نريد نعطي فرصه اكثر علما لطلاب السنه فقط هذه، يعني فقط هاي مال 2022 2023 يقدمون ويطلع قبولاتهم ويداومون وين بسنه 2023 2024 هيك. استبعدوا الطلاب اللي ناجحين من السنه السابقه من السادسه اللي هم 2021 2022. هذا كتوضيح لكم، يعني انتم هسه نجحتوا من السادسه في 2020 2023 نعم تقدرون تقدمون حتى على هذه الوجبه الثانيه حتى لو كنتم مقدمين سابقا وما طلع لكم قبول ضمن الوجبه الاولى. كذلك رابط التقديم راح اخليكم اياه بالوصف اول تعليق، وينتهي هذا التقديم يوم 15/11، يعني ما بقى له غير كم يوم. نتمنى لكم التوفيق. هاي الثلاث اخبار المهمات: رابط التقديم مال الموازي كوجبه ثانيه، ورابط المنحه المجانيه الطبيه القبولات للطلاب اللي ظهر لهم قبول. راح تلقون هذين الرابطين بالوصف وباول تعليق مع توضيح الانتساب. نرجع ونكرر رغم كررناه بالفيديو السابق اللي تلقونه قبل هذا الفيديو، لكن خاف واحد ما يدري او كذا. نظام الانتساب اصبح اختياري، فقط طلاب الاول ابتدائي والثاني ابتدائي والثالث ابتدائي ذولا ما يقدرون يقدمون على نظام الانتساب. ليش؟ لان قالوا ذولا لازم يتعلمون الحروف وكذا بالمدارس. اما من الرابع ابتدائي والى اخره
متوسطة، اعدادية، رابع خامس سادس ابتدائي كذا، المهم فوق الاول والثاني والثالث ابتدائي، كل هذول الطلاب يقدرون يقدمون انتساب. وبعد ماكو انه شيء اسمه انا مريض، انا مريض امراض حرجه، انا لا سامح الله الامراض المزمنه كذا، لا، الوزاره شنو لغت الامراض، لغت فقره الامراض جميعها، قالت انه هذا صار الانتساب اختياره، اي واحد يقدر يقدم وهو اختياره شامل وللجميع وبدون لا شروط ولا اي شيء. نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اخيرا لا تفوتوا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس حتى كل الاخبار وكل القنوات توصلكم واول باول ان شاء الله، وما يفوتكم اي شيء. ونرجع ونكرر، اللي يقدم انتساب اذا كان من اهل الرعايه ويستلم منحه اللي هي هاي المنحه الطلابيه، فاذا قدم على الانتساب تلغى من عنده المنحه، بالاضافه الى انه يمتحن امتحان الشهر وامتحان نصف السنه واخر السنه. ونتمنى لكم التوفيق يا رب. اطلعوا لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه والقناه العفو، انتظرونا كل الاخبار والقرارات لكم ان شاء الله.